طبعا مباراة الاهلي وسموحة وخسارة النادي الاهلي نقطتين مهمين جدا في صراع الدوري قدام الفرقة المحترمة والمنظمة جدا فرقة سموحة، وطبعا المدير الفني اللي على اعلى مستوى كابتن احمد سامي اللي ادار المباراة بشكل ممتاز جدا النهارده قدام النادي الاهلي، وقدر ان هو ياخد كل اللي هو عاوزه من المباراة، سواء طبعا في اول ربع ساعة حب ان هو يقابل النادي الاهلي الند بالند ويضغط على النادي الاهلي اول ربع ساعة عشان يسجل هدف مبكر يربك بيه حسابات النادي الاهلي. طبعا بعد كده تراجع في نص الملعب ولعب بجيم متوازن بشكل كبير. طبعا في الشوط الثاني لعب بجيم دفاعي بحت وحاول بس ان هو يلعب على اي كونتر اتاك او اي كره ثابته او اي خطا من لاعيبه النادي الاهلي يخطف بيه الثلاث نقاط من النادي الاهلي. غير كده ما كانش ليه اي اطماع ثانيه هجوميه في الشوط الثاني، وفي النهايه نجح ان هو يخرج بنقطه غاليه جدا من النادي الاهلي وقدر ان هو يقفل على كل تقريبا مفاتيح اللعب بتاعه النادي الاهلي سواء في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني. كابتن احمد سامي طبعا لعب النهارده قدام النادي الاهلي بطريقته المعتاده 4-3-3، ما قابلش النادي الاهلي بضغط عالي، قابل النادي الاهلي من تلتين الملعب. تاني حاجه كان بيقابل النادي الاهلي بدفاع متقدم، وده طبعا عشان يعمل زحمه في نص الملعب وضيق مساحات اللعب على لعيبه النادي الاهلي. تالت حاجه طبعا كابتن احمد سامي كان بيضغط على الاقل بثلاث او اربع لعيبه في كل مكان يتواجد فيه الكوره سواء في عمق الملعب ولا على الاطراف. اول ما النادي الاهلي يبدا يبني الهجمه هتلاقي على الاقل ثلاث او اربع لعيبه من لعيبه سموحه بتضغط بشكل قوي جدا وخصوصا على الاطراف عشان تمنع لعيبه النادي الاهلي ان هي تبني الهجمه بحريه او في مكان فقدان الكوره. اول ما فرقه سموحه تفقد الكوره في اي مكان هتلاقي على طول على الاقل ثلاث او اربع لعيبه من فرقه سموحه بيضغطوا في مكان فقدان الكوره عشان يمنعوا النادي الاهلي ان هو يعمل كونتر اتاك سريع على فرقه سموحه. وده طبعا اللي كان عامله النادي الاهلي بالظبط في الشوط الاول على فرقه سموحه، وده تقريبا اللي خلى الفرقتين ما فيش واحد فيهم يسيطر سيطره كامله على المباراه او يشكل خطوره كبيره على الثاني في الشوط الاولاني. وطبعا اللعب كله كان محصور في نص الملعب. كان طبعا اي فرقه من الفرقتين كانت بتقدر ان هي تخرج بشكل سريع من تحت الضغط اللي كان بيبقى على الاطراف الضغط القوي وتنقل الكوره بشكل سريع للناحيه الثانيه في المكان الفاضي، كانت بتقدر ان هي تبني هجمه وتشكل خطوره على الثاني في الشوط الاولاني. طبعا النادي الاهلي النهارده في الشوط الاول او في الشوط الثاني افتقد للتركيز، افتقد في الريتم السريع، وخصوصا في الشوط الاولاني افتقد للحلول سواء في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني وخصوصا على الاطراف. والسبب طبعا الاول الطريقه اللي لعب بيها كابتن احمد سامي اللي احنا اتكلمنا عليها. تاني حاجه عدم وجود حلول في الملعب للنادي الاهلي تقدر ان هي تديله حلول على الاطراف او في عمق الملعب، وده طبعا اللي بان جدا في الشوط الثاني، وان حتى مارسيل كولر ما لقاش حلول على الدكه تقدر تعمل له اضافه في الشوط الثاني. لما تبص على الدكه النهارده بتاعه النادي الاهلي هتلاقي كوكا، هتلاقي ديانج، هتلاقي عمرو السوليه، هتلاقي زعلوك، هتلاقي احمد عبد القادر. طبعا عمرو السوليه ما اقدرش ادفع بيه النهارده في ماتش صعب كله التحامات واشتراكات، وطبعا لسه عمرو السوليه راجع من الاصابه. طبعا ما اقدرش انزل ديانج وكوكا وانا محتاج ان انا ادفع بلعيبه عندهم نزعه هجوميه في الشوط الثاني عشان اقدر اسجل واقدر اخد الثلاث نقاط، فما ينفعش انزل ديانج ولا كوكا. ثالث حاجه طبعا ما قداميش غير احمد عبد القادر وما قداميش غير زعلوك. طبعا زعلوك لسه لعيب صغير في السن. احمد عبد القادر بقى تغيير سلبي النهارده على النادي الاهلي، ما اضافش للنادي الاهلي، لا ده كمان عمل سلبيه كبيره جدا وبطء على النادي الاهلي، مع ان النادي الاهلي كان محتاج لعيب ينقل له الكوره اسرع في الشوط الثاني، لكن احمد عبد القادر عمل سلبيه اكبر على النادي الاهلي ان هو كان بيمسك الكوره كتير، كان لعيب بطيء جدا بيفقد الكوره بشكل كبير جدا تقريبا في 90% من الكور اللي جات له. وده اللي خلى النادي الاهلي النهارده ما يلقاش حلول في الشوط الثاني ويفقد نقطتين مهمين جدا في صراع الدوري قدام الفرقه المحترمه والكبيره والمنظمه اللي ماسكها مدرب على اعلى مستوى اللي هو الكابتن احمد سامي.